معلش يا حبيبتي. ومفهوم طبعا ان البضاعه دي مش بن. وحضرتك مش شايف ان دي اشاره من ربنا انك تخلع؟ هو انت بتوشوشه تقول له ايه؟ تعالى يا ياسر خش معايا. محدش بيختار اهله. بعدين انا مش فارق معايا اي حاجه في الدنيا غير ان افضل انا ونيلي مع بعض. احنا هنفضل كده؟ ممكن نرجع بس عشان ظهري قافش. اتفضل اتفضل اتفضل. المشكله بقى ان الفرح بكره، وانا قرايبي جايين من كل حته، من سنغافوره ومن لندن ومن كاليفورنيا، وانا مش هعرف الم اللمه دي تاني. فانا الحقيقه رحت زرت حماية امبارح في طرة واستأذنته اني اجيب حد يعمل دور ابو نيلي في الفرح، وهو ما كانش عنده اي مانع. حضرتك ما حطيتش احتمال ولا 1% ان احنا يبقى عندنا مانع؟ ليه يبقى عندنا مانع ليه بس يا اتش؟ اقصد يا مستر اتش. يبقى عندنا مانع ليه؟ انت مش شايف الاكل اللي على السفره قد ايه؟ امال البوفيه الفرح هيبقى شكله عامل ازاي؟ هو انت يا غبي ما بتفكرش غير بمعدتك؟ تقول لك اهلها كلهم مقبوض عليهم. طب ما ده في مصلحتنا، يعني البوفيه هيبقى فاضي وهنقعد ناكل براحتنا. طب ايه رايكم ناكل ونهضم كده الموقف مع بعض عشان تعرفوا تاخدوا قرار صح؟ والله العظيم العريس ده بيقول كلام زي الفل. يلا بسم الله. ايه اتفضلوا. مش هتشرح لنا بقى يشرح لك الاكل، هيشرح لك الاكل. عايزيننا بكره امتى؟ الصبح بدري عشان نجهز للفرح، كوافير بقى وبدله والحاجات دي. المهم احنا عاوزين نشوف صور الابهات، عاوزين ننجز كده. لا ما فيش ابهات. قلت لك يا علاء دول شويه نصابين، دي صفحه نصابين اصلا، ما كناش طفحناهم الاكل ده كله. احترمي نفس حضرتك، صفحة بابا جه موجوده، بس انا الاب الوحيد اللي فيها. ايوه بس انت شكلك صغير قوي على انك تبقى ابو نيلي. ما انا عشان كده بقول مش هينفع. لا هينفع، انا هكبرهولك شويه ابيض على الشعر مع نضاره، هيشتغل على قد الساعتين اللي انت عايزه. ايه القرف اللي بيطلع من بقك ده؟ ياسر انا مش مستريح. ايه رايك يا نيلي؟ مش بطال، هو بس لو ياخد غرزتين هنا هيبقى الخالق الناطق ابويا. انا مش هاخد غرز. ما بتفكروش يبقى معاكوا ابن خالة العريس، ابن عمة العروسة، حد كده يسوشيالايز مع المعازيم ويعمل نوش؟ فكره حلوه قوي وهتخلينا نتصدق اكتر. الفكرة الحلوة دي هتخليكوا تدفعوا زيادة 20%. اتفقنا.